أغلب شركات السيارات الكبيرة حاليًا بتطور أنظمة قيادة ذاتية، وطبعًا من ضمن الشركات دي الشركات الألمانية ومنهم BMW. الشركات دي واخدة الموضوع ببطء شوية، مش فاتحة صدرها زي تسلا وبتقول لك سيب الدركسيون ومالكش دعوة بأي حاجة. النظام في BMW بينتقل من مرحلة إن هو يمشي في خط مستقيم لمرحلة إن هو يقدر يتنقل بيك من حارة للتانية. بدايةً بتحدد الواجهة بتاعتك عن طريق الGPS، فالعربية بتقدر تتعرف على حالة الطريق والمنعطفات ومساره عامل ازاي. ولما بتبتدي تشغل نظام القيادة الذاتية عن طريق زرار في الدركسيون بتبتدي العربية تاخد وضع الاستعداد، ولما العربية بتلاقي حالة الطريق بتسمح بتبتدي تديك تحذير ان النظام بقى شغال بالفعل. العربية مبدئيا بتحافظ على السرعة بتاعتك وعلى المسافة اللي بينك وبين العربيات اللي قدامك، وفي نفس الوقت لو حست ان انت محتاج تعمل عملية تخطي للعربية اللي قدامك بتتنقل بيك من الحارة اللي انت فيها للحارة التانية بدون اي تدخل منك خالص. ولما العربية بتحس ان الطريق بقت حالته ما تسمحش ان انت تستمر في القيادة الذاتية تبتدي تديك تحذير عشان ترجع للتحكم في العربية تاني، وبكده تبقى خدت نظام قيادة ذاتي وفي نفس الوقت آمن إلى حد كبير بدون الدخول في مخاطرات ملهاش لازمة.